ازيكم، اخباركم ايه؟ معكم كيموز 22 اللي هنا فيديو جديد النهارده. مقطع النهارده هيكون عن اغرب الفيديوهات موجوده على التيك توك بتاع مصر. هنعمل رياكت عليه ونصوت في الاخر ندي مين احسن فيديو فيهم ونقيمه من 1 ل 10. مش تعمل لايك وسبسكرايب ندخل في الفيديو على طول. عاوز اشكركم جدا على الدعم الرهيب اللي انتم عاملينه للشانل. وصلنا 235 مشترك ب 70 فيديوز وعاملين حوالي دلوقتي 60488 فيوز. يلا بينا نبدا الفيديو. هو تقريبا هنا ده مدرس في الفصل، فهو عمال يشرح للطلبه اللي قاعدين هنا. في طالب هنا هعمل زوم عليه اهو بيصور بالموبايل بتاعه. في نفس الوقت المدرس الطلبه عماله تردد وراه في الصف اللي قاعدين في الصف الاول. مين بقى اللي قاعد ورا؟ الطلاب اللي بيقعدوا ورا، بس تحس ان هو بيقولوا يعني بصوا هتفهموا قصدي. بص بالظبط، هو بيقعد يطلع مع النغمه بتاعت الصوت بتاع الفصل بس اللي انا كده مش في وسط الزحمه بتاعت الصوت، هو كده صوته مش هيتسمع. فانا ادي الفيديو ده 7 من 10. ماشي. المقطع رقم 2 انتوا عملتوا لي منشن في الفيديو ده، فانا هشوفه دلوقتي. هو الفيديو هيكون تحدي عدم الضحك، فانا لو ضحكت انا كده خسرت، تمام؟ هتكونوا انتوا اللي كسبانين. ماشي نبدا. 1 2 3. اللي عار عليكي تعملي اغنيه بعنوان انا اجمل بنت في مصر. انا اللي ماشي، هي مفيش تنمر ولا حاجه، بس هي عملت اغنيه اسمها اجمل بنت في مصر، فهنشوف هي يعني مش عارف اقول ايه، بس عاوز انا احاول امسك نفسي من الضحك عشان انا حاسس ان في حاجه هتحصل دلوقتي. انتي وعليكي وعلى ريحتك. عشان انا شايفه نفسي كده والله. شايفه نفسك ايه؟ اوريدي ان انا ذا بيوتيفول مان. ضحكت للاسف، ضحكت. هقول لك ضحكت ليه. جات لك الفكره منين؟ عشان انا شايفه نفسي كده والله. شايفه نفسك ايه؟ اوريدي ان انا ذا هي بتقول ذا بيوتيفول مان، ذا بيوتيفول مان، الرجل الجميل. هي دي نهايات اخلاق ايه مالك ساكت ليه؟ انت لسه شفت حاجه يا ابن الكدابه يا مش عارف اكمل والله العظيم، ضحكت. طب ماشي، هو المفروض ان النهايات بتبان اخلاق الناس في النهايه طبعا، بس هنا شتموا بعض. ف تاني فيديو ضحكت فيه، تاني فيديو ضحكت. المقطع ده مش هينفع، المقطع ده مش هينفع. هات الفيديو اللي بعده. الفيديو اللي بعده هم المفروض بيضربوا بعض هنا بالاستيك. ايه ده؟ انا مش فاهم هو في ايه، هو بيعملوا ايه بجد؟ مش فاهم. الاستيك بيوجعوا، بيصفروا لا ما بيضحكش، لا ما بيضحكش، لا ما بيضحكش خالص، لا. الفيديو اللي دلوقتي ده المفروض ان ده اب خليجي بيدي ابنه الكريدت كارد او الفيزا كارد بتاعته وينزل يشتري حاجه مثلا له بالنسبه له، يعني حاجه بقى رخيصه حاجه غاليه. هنشوف دلوقتي. انا نمنع الضحك نمنع الكلام ونشوف الواد هيجيب له ايه بالظبط. يجيب لي مي. اوكي. بارد ولا حار؟ يجيب لي بارد. هو بيقول له انت عاوز ميه بارد ولا حار، فهيجيب له ميه ساقعه المفروض يعني. اوكي. خد لك انت اي شيء. وقال لابنه هات لي اي حاجه، هات لك انت اي حاجه. كده الواد رجع. كده شكرا. شو خذيت لك انت؟ جاب له ايه؟ هو ايه بقى؟ عصير ولا شو؟ بطاطس؟ يا نهار ازرق، ده جاب ايفون وجاب ابل واتش. ده فيديو ما يضحكش، ده فيديو يسبب صدمه. ده ايه ردة فعل ابوها تكون ايه دي؟ هو ما فيش ردة فعل، هو الفيديو خلص. بس انا مش عارف يعني هو ده مش فيديو ضحك ولا فيديو، لا هو فيديو يصدم. بس انت عارف ثمنهم كام في مصر دول؟ 60,000 جنيه او 70,000 جنيه. كحيانين كلنا. لما ترتبطي بالشخص اللي بتكراش عليها طول عمرك ويقول لك حرام انت. هي عامله نفسها مروحه عشان تجيب له هوا مروحه يعني. ده ما بيضحكش برضه، ما بيضحكش. بكده 3 بدون ضحك، 4 بدون ضحك و2 ضحك. لا ما بيضحكش. الفيديوز دي بيجيب لك صور مجموعه من الناس غالبا بيكونوا مشاهير، وبيقول لك بتشتغل بيه، فكده بيشتغل ايه وحسابه كام في البنك. ففيديوهات عبيطه قوي لدرجه ان في ناس مش عارفه مين اللي في الصور. مثلا ده حسام غالي، شكله بيشتغل ايه؟ ده كيليان امبابي. مين ما يعرفش كيليان امبابي؟ انا حاسس ان الفيديوهات دي بيبقى متفقين مع الناس عشان يبينوا قد ايه هم اغبياء بس. لعيب كوره؟ برافو، ماشي دي صح. ده بتاع كاس العالم. ايوه بتاع كاس العالم. اسمه ايه بقى؟ اسمه ايه؟ شيكابالا.
شيكابالا يا نهار اسود يا جدعان، قلنا قبل كده والله مكانهم في المطبخ 290 جنيه اوكي. تجيبها وتتفرج عليها عشان لو كلتها هجيب لك ميكروباص موسيقى في النار. هو انتوا متاكدين انكم عاملين لي منشن على الفيديوهات دي عشان تضحك ولا عشان تموتنا ناقصين عمر؟ ده كان الفيديو بتاع النهارده، اتحاد الضحك. الفيديوهات ما كانتش قد كده من حيث معدل الضحك وكده، فخلينا نقول 5 فيديوهات ما ضحكناش فيهم مقابل فيديوهين بس اللي ضحكنا فيهم وكانوا بيضحكوا فعلا بجد. لكن الفيديو الاخير بتاع كرة القدم ده واضح ان هو يعني معمول اكوان، ده مش شيكابالا يعني ده مش شيكابالا. هقول ايه؟ لايك سبسكرايب، اشوف فيديو تاني قريب. مع السلامه.